مرحبا، يعطيكم ألف عافية. معكم ميس البرشا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي. اليوم مع بعض رح نحضر أول طريقة للمعمول. رح نحكي عن الأسرار اللي بتخلي الرسمة تحافظ على شكلها وبنفس الوقت يكون المعمول معنا هش وطري، وحبة المعمول بتدوب بالتم ذوبان. ورح نحكي كمان عن درجة الحرارة المناسبة لنخبز فيها المعمول، ورح نحكي عن السميد، عن القطر، عن الطحين، عن كل المكونات اللي رح نستخدمها بالمعمول. بتمنى تتابعوا الفيديو للأخير، وإذا عجبكم بتمنى كمان تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. ومن كل قلبي بشكر كل حدا عم يدعمني، حتى لو بكلمة، حتى لو بلايك، حتى لو بأي رسالة. ويلا خلونا نبدأ بالفيديو مثل العادة. بسم الله. بالبداية نخلت السميد مع الطحين. السميد بيجي ناعم كتير، هذا السميد اسمه سميد فرخة. المكونات كلياتها رح اكتبها بالتعليقات ان شاء الله. هلأ بعد ما نخلتهم رح ضيف السمنة وافرك السمنة مع السميد والطحين. رح افركهم مع بعض مثل ما مبين معكم بالفيديو. وبضمن بهالطريقة انه السميد يكون تشرب كل كمية السمنة. وبس هيك، هذا المزيج رح اتركه مثل ما هو، رح اغطيه وخليه بالبراد يوم كامل. هلأ تاني يوم طالعته وكان المزيج كتير قاسي. رح حاول فتفته بالمعلقة مثل ما انكم شايفين. بعدين بحاول اتخلص من كل الكتل. هلأ انا فضيت المزيج على جاط واسع شوي. هلأ بعد ما تخلصت تقريبا من كل الكتل، رح ضيف المحلب واليانسون والشمرة والحليب البودرة والماء ورد وماء زهر. هلأ القطر أنا حطيت جنبي كاسة قطر كاملة، رح ضيفها شوي شوي لحتى أشوف قديش بيستوعب معي. وبلش قلب المكونات كلياتها مع بعضها. أنا رح قلب ما رح أعجن. صار معي المزيج بهالشكل. هلأ رح غطيه ورح خليه بالبراد تقريبا ساعتين لساعتين ونص. هلأ بهالوقت رح أحضر الحشوات. جبت عجوة التمر، ضفت عليها سمنة وقرفة، عجنتهم مع بعض. وضفت عليهم جوز مطحون. هلأ إضافة الجوز لعجوة التمر هي ذوق شخصي.
هلأ منحضر حشوة الجوز. رح كسر الجوز بهالطريقة. أنا بلاقي هاي الطريقة أفضل بكتير من المكسر. هلأ منضيف سكر وقرفة وقطر. طبعا القطر لازم يكون تقيل كتير. ومنعجن لحتى تتشكل معنا عجينة متماسكة. آخر شي مسحت إيدي بمعلقة سمنة وبلشت لم العجينة مشان أتخلص من كل الدبق تاعين القطر. هلأ صارت معي العجينة بهالشكل. هلأ عملت الحشوة على شكل كرات مشان يسهل معي الشغل، ونفس الشي عملت العجينة. أخدت حاجتي من العجين ورجعت الباقي على البراد لحتى تضل معي العجينة باردة تماما. أخدت هاي الكمية والباقي رجعتهم على البراد. طيب هلأ رح نحكي عن القوالب اللي رح أشتغل فيها. في موديلات كتير للقوالب، في البلاستيك وفي الخشب وفي الكبس، كلهم الشغل فيهم تمام. بالمحصلة المهم تكون الرسمة ظاهرة. وكل ست بيت بتختار الموديل اللي بيريحها. أنا بالنسبة لي برتاح بالشغل بالبلاستيك اللي مبين معكم بالصورة. وبس هيك بلشت شغل. بفتح كل قطعة عجين مثل قرص الكبة، بحط فيه الحشوة وبسكره. هلأ فينكم تحطوا رشة طحين صغيرة بأرض القالب. رح كمل كل الكمية. هلأ أنا بحب أحط فستق حلبي على وش القرص المعمول، كتير بحس بيعطي شكل أحلى. أنا بس حابة أحكي عن الطريقة اللي رح نحفظ فيها المعمول بعد الخبز. نستناهم ليبردوا كلياتهم، بعدين بنحطهم بحافظة. ممنوع نحط بيناتهم أو تحتهم ورق زبدة، لأنه ورق الزبدة رح يغب كل كمية السمنة، كل كمية الدسم الموجودة، وهيك رح يرجع يقسى معنا المعمول حتى لو كانت الطريقة والمكونات صحيحة. كمل كل الكمية. في ملاحظة صغيرة، أنا بحط الصينية قبل ما أدخلها على الفرن بحطها تقريبا 10 دقايق بالبراد، بعدين بدخلها على الفرن. بهالوقت بكون حاطة الفرن على أعلى درجة حرارة من فوق ومن تحت. بهالطريقة أنا ما بعطي مجال للعجينة إنه تفرش، يعني مجرد تاخد احمرار وخلص، لأنه الحشوة أصلا مستوية.
فبالتالي نحن بس بدنا القشرة تاخد لون. أنا فرني أعلى درجة حرارة فيه 250، وبالتالي خليتها على 250 من فوق ومن تحت. خلصت كل الكمية، حطيتهم بالبراد 10 دقايق، وبلشت أدخل الصواني على الفرن صينية صينية. وهي كانت معي النتيجة. إن شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو، وبتمنى إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. وأي سؤال بتمنى تكتبولي إياه بالتعليقات هون أو على صفحتي على الفيسبوك، رح أحط الرابط بالوصف. نلتقى بالفيديو الجاي إن شاء الله، لوقتها يا رب تضلوا بألف خير.